هي اختي ابتسام دي. تعرفها؟ يعني اختي ابتسام. اختك؟ اه. طب اقعد، ليش وقفت؟ روق اقعد شوي بدنا نحكي. اكيد ابتسام ولا خطيبتك هذه السابقه من المغرب جاي ترجعك؟ دي اختي، انا عارفها، اختي بعرفها. اختك بتعرفها؟ اقعد طيب. هيدي اختك ابتسام. ابتسام فيك تبتسمي له. هي هنا معنا؟ لا هي موجوده بالخارج. فين بالخارج؟ بدك تشوفها؟ اه طبعا. لا اقعد هلا، بدها تبعت لك رساله، بدنا نقرا لك الرساله بالاول وبعدين من ناديلها خلها تشوفها. بتقول لك: اخي الحبيب والغالي فيصل، اشتقت اليك جدا. 12 عاما مرت وانت لست معنا، كان شوقنا لك فيها يزيد كل يوم. تزوجت يا فيصل واصبحت ابا، ولم نرى زوجتك واولادك، ولا اعرف هل تحكي لهم عنا ام لا. امك يقتلها شوقها اليك، وانا واخي وابي نفتقد وجودك معنا، فانت ستظل دائما فردا في الاسره مهما فرقتنا المسافات. فيصل، خوفنا عليك منعنا من اخبارك ان اخوالك رحلوا، وخوفنا عليك يجعلنا نفهم صعوبة عودتك للديار الآن، لكننا نتمنى أن تتبدل الأحوال وأن تستعيد وجودك بيننا. كل ما فات يمكن مداواته يا فيصل، ونحن سامحناك على كل ما حدث، ونريد أن نلم شملنا مرة أخرى، ونريدك أن تسامحنا إن كنا سببا في غربتك في البداية، وأن تسامحنا إن كان خوفنا عليك منعنا من تحميلك أعباء على أعباء غربتك. أخي الحبيب المسامح كريم. أنت زعلان منهم فيصل؟ زعلان منهم أنت؟ والله يعني أنا زعلت بصراحة. زعلت لأنه كأنه همشوني، يعني همشوك؟ مش همشوني، يعني بتحصل أي حاجة. حسيت أنت أنه همشوك يعني. ابتسام أنا تكلمت معها، قالت لي أنه قبل الأحداث السورية، يعني قبل 4 سنوات تقريبا، كان في اتصال دائم معك بينك وبينه. بعدين انقطع الاتصال. انقطع الاتصال، ما اعرفش 4 سنوات مش عارفين وينك، و4 سنوات مشغول بالهم امك وابوك عليك، مش عارفين اذا كنت حي ولا ميت او ميت. طيب انت بهال4 سنوات ليش ما اتصلت فيهم؟ انا مع ضاع مني وانا طالع من سوريا في المطار، بقى اخذوا منا كل الكروت ايه بس مش حافظ رقم مش تليفون بيك؟ تليفون 12 رقم، حافظ ايه ولا ايه؟ مش حافظ. مش حافظه، كان معايا خلاص، ما دام تسيف عندي في الموبايل خلاص مش ضروري اني احفظه. حاولت انك تتصل فيهم تطمنهم عن حالك؟ حاولت. كيف؟ بشتى الطرق، يعني حتى مره بالصدفه يعني كده، انه التقيت بواحده جارتنا فبديها الرقم، انه معلش وكذا ده رقمي، انا مش حافظ رقم اهلي وبتاع، فخد الرقم ده ووديه لاهلي، لامي ابويا كذا، لغايه يتصلوا فيه، يعني اعرف حتى انه في حاجه عندهم، حد مات حد عايش. إيه انا بقيت اتوقع بقى الحاجات دي، يعني انه كل خبر بيقولوا لي الا هم في حد مات او في مصيبه يعني. نعم. فالرقم راح والست راحت وما عطتهمش رقم، فما اعرفش هي ادتهم ما ادتهمش. الله العليم. طيب هلا انت لما شفت ابتسام شو كان شعورك؟ قلبي انحرق. انحرق؟ ابتسام احكي له لشوف. يا احنا ما بغيناش نقولوا لك داكشي اللي وقع لخوالنا، حيت كنا خايفين عليك. علي صوتك ابتسام. كنا خايفين عليك، الغربه اصلا ما بغيناش نزيدوا عليك شويه الهم، انت مهبوم بوحدك من بلاد لبلاد ومفروق على عائلتك شحال من عام، ما بغيناش نزيدوا نكملوا عليك بهذه الاخبار، خصوصا وان علاقتك بالخالي حبيبي سعيد الله يرحمه وعبد الحق الله يرحمه كانت علاقه غريبه. انا كنوب على اسم العائله كامله باش نطلبوا منك تسامحنا. احنا راه ماشي همشناك ولا اعتبرناك فرد ماشي من العائله، انت راك دمنا واحد كيسري في عروقنا وفي عروقك واسمنا واحد. ولكن خوفنا عليك هو اللي خلانا حنايا ما نواجهوكش، ما نقولوش لك شنو واقع لنا باش ما نزيدوش عليك هم اخر، هذا هو السبب اللي كان.
ليش قلت لها ذبحتوني؟ كيف ذبحوك؟ بايش؟ طب انت تركت المغرب ورحت لانك طموح رايح تشتغل، كنت بدك أنا تروح على اوروبا زي كل يعني زي انا قلت لا قبل شوي، جنراسيون زي الشباب يعني كل بالمغرب واحد وغير بيوصل المغرب. سن يعني عايز يطلع، عايز يغير وضعه الحياة. نعم نعم عايز يعيش افضل. نعم. مع انه من حسن لاحسن يعني. نعم. الحمد لله وضعنا الحمد منيح لله. يعني الحمد لله. بس عايز ابقى زي الناس. نعم. بشوف الناس بتروح على اوروبا بترجع معها عربيه، ترجع معها نعم. فلوس، بتشتري ابارتمون. طموح قادك عيشة. الى الخير، بس الاهل مش مذنبين مش بهالقصه. مذنبين، لا انا ما بحملهمش مش أبد. يعني بس قلت انتوا ذبحتوني ليه؟ ذبحتوني لانكم طنشتوني 4-5 سنين ما سمعش حاجه عنكم. طنشتوه يا ابتسام، طنشتوه يعني تجاهلتوه عم بيقول، بس هم بحثوا عنك، هم مقطوعة أخبار عنك من 4 سنوات. هيك قالت لي، مش هيك يا ابتسام؟ هيك يا استاذ. طيب هلا ني مش حنضيع وقت، لأنه بالأول كنت أنت مستعجل بدك تروح تشوفها لابتسام. ابتسام موجودة معنا بالاستوديو، فيها الستار بينك وبينها، بتقلها المسامح كريم وعفى الله عما مضى. بنفتح وبتشوفها. خليك قاعد، بدك تفتح بالاول. اقعد 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 اقعد، بدك تقول بالاول المسامح كريم حتى يفتحوا لك. المسامح كريم. هات تعال. كنت متوقع المفاجأة؟ تعالوا 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 تعالوا. انت ليه؟ لما تركتها قديش كان عمرها؟ صغير. كيف عرفتها؟ كده لا ملامحها ما تغيرتش. ما تغيرش؟ انا كنت بدي اعمل فيك مقلب، اقول هيدي خطيبتك السابقه بالمغرب وبدها انت عايز تدبسني مع المدام. دبسك مع المدام. ليه؟ لما دخلت على الاستوديو شو توقعت؟ شو توقعت انا تشوف؟ توقعت برنامج مسابقات او حاجه كده في فلوس. جاي ياخذ فلوس. شو بس كده احسن. طيب هلا شو؟ احسن الفلوس. احسن من الفلوس؟ كثير. ليك انا بدي اعرف، بدي اقول لك شغله. هلا نحن عملنا لك مفاجاه لك، بدنا نعمل لها مفاجاه لابتسام كمان. انت مش جايب محمد معك؟ وزوجته هون كمان؟ طيب خلي يتفضلوا على الاستوديو، لكن فرد برا. هيدي شو رأيك؟ مفاجأة حلوة. لا هون بدنا نجيبهم، انت بتروحي بعدين. هلا هو بيهتم فيكي، بده يعمل لي كباب ليك يا هالشاب. ها؟ شوف يلا خذهم كله معك على البيت، امشي. وحفلة كباب الليلة يلا. شكرا. الله معك. شكرا. مع السلامة. باي ابتسام، مع السلامة. شكرا لكم، شكرا لابتسام ولفيصل ولكل الأسرة، وإلى اللقاء مع المسامح كريم.